بتبدأ الحكاية في مصر سنة 2013، وكان في مجموعة من العلماء الأمريكيين اكتشفوا هرم رابع جنب أهرامات الجيزة. وطبعا الموضوع ده بيقلب مصر كلها. وساعتها بقى وصل فريق تصوير من بره عشان يصوروا الهرم الجديد، وما كانوش عارفين يوصلوا لمكان الأهرامات بسبب الثورة اللي حاصلة في مصر. وده لأن الناس كلها كانت نازلة للشوارع، وكانت الثورة دي كلها معمولة عشان يمنعوا الأثريين إنهم يطلعوا الهرم الرابع ده، لأنهم كانوا معتقدين إن الهرم الرابع ده لو طلع هيحصل لعنة فراعنة. وبعدها بشوية أخيرا المصورين بيوصلوا لمكان الهرم الرابع، وبتبدأ المذيعة سالي تسجل كل اللي بيحصل حوالين الهرم، وكمان بتعلن إن عالم الآثار هولدن وبنته نورة هما اللي مسؤولين عن اكتشاف الهرم الرابع ده. وكمان بتقول إن الهرم ده فيه اختلاف عن الأهرامات التانيين، وده لأنه عبارة عن 3 أوجه بس مش 4 زي باقي الأهرامات. ووقتها بقى بيكون في كلاب في المكان وعمالة تنبح بصوت عالي، وفريق التصوير ما كانش عارف يصور بسببهم. وبعدها بشوية سالي بتتمشى مع نورة، ونورة قالت لها إن الهرم ده معتقدين إن إخناتون هو اللي بناه، وكمان معتقدين إنه كان عامله عشان يعين فيه متعلقاته الشخصية. بس قالت لها برضه إن الغريب بقى بعد دراستنا وتحليلنا للهرم اكتشفنا إن الهرم ده مبني بقاله 10,000 سنة، يعني مبني قبل الحضارة الفرعونية. وبعدها بتاخدها توريها صور الأقمار الصناعية، وبتوريها إن اللي باين من الهرم ده الحتة اللي فوق بس، إنما في الأصل الهرم ده أكبر من هرم خوفو الكبير. وبتقول لها إن اللي هم كشفوا عنه ده عبارة عن المدخل بتاعه بس. وفي اليوم اللي بعده العمال فعلا وصلوا لمدخل الهرم، وبمجرد ما عامل من العمال فتح المدخل خرج منه غاز مضغوط موت العامل على طول. وبعدها بيتكلموا مع بعض وبيقولوا إن الغاز ده مش لعنة فراعنة ولا حاجة، وإنه مجرد بس احتباس حراري، لأن المكان ده ما اتفتحش بقاله آلاف السنين. بس الغريب بقى بعدها في مسؤول من أمريكا كلمهم وقال لهم إنهم لازم يرجعوا دلوقتي، لأن الدنيا في مصر متوترة جدا ولازم يمشوا من عندهم، بعدين لما الدنيا تهدى يبقوا يرجعوا يحفروا تاني. وده طبعا عشان الأوضاع تهدى ويكون الشعب المصري نسي حكاية لعنة الفراعنة ونسي الهرم الرابع ده أصلا. وفي اليوم اللي بعده نورة بتتكلم مع باباها وبتكون زعلانة جدا إنهم هيمشوا من مصر من غير ما يدخلوا الهرم، ووقتها بتقترح عليه إنهم بدل ما يرجعوا من غير ما يعملوا أي حاجة يحاولوا يدخلوا من الفتحة الصغيرة روبوت يصور لهم الهرم من جوه. وفعلا بعدها بيجيبوا الروبوت بتاع المهندس زهير وبيدخلوا الروبوت ده من الفتحة اللي فتحوها في الهرم، والروبوت بعدها بيبدأ ينقل لهم الصورة من جوه الهرم. وكان مكتوب على جدران الهرم إن أي شخص هيتجرأ ويدخل على الملوك هيبقى عقابه الموت فورا، وكمان روحه هتتنقل للعالم السفلي. وبعدها بثواني الإرسال بيتقطع مرة واحدة عن الروبوت، فالمهندس زهير قال لهم إن أكيد في حاجة هجمت الروبوت ده وخلته يقطع الإرسال، بس بيقول لهم إن على الأغلب اللي هجمه أكيد تعبان. وقال لهم برضو إنه دلوقتي لازم يدخل يجيب الروبوت بنفسه، لأن الروبوت ده غالي جدا وسعره 5 مليون دولار، وهيحصل له مشكلة كبيرة لو رجع أمريكا من غيره. بس عالم الآثار هولدن بيرفض إن زهير يخش عشان أكيد هيبقى فيه خطورة كبيرة عليه، بس لأن هو اللي طلب من زهير إنه يدخل الروبوت بتاعه وهو برضه اللي وقعه في المشكلة دي، ما كانش قدامه حل تاني وبيقرر إنه يسيبه يدخل. ومش كده وبس، ده بيقرروا كلهم كمجموعة يدخلوا معاه، بس قبل ما يدخلوا بيجي لهم ضابط اسمه ماهر وبيمنعهم إنهم يدخلوا الهرم. فزهير بيتحايل عليه وبيقول له إنه هيحصل له مشكلة كبيرة جدا لأن الروبوت ده غالي ولازم يرجع أمريكا بيه. فالضابط ماهر بيوافق إنهم يدخلوا يجيبوه بسرعة بس يرجعوا على طول. وفعلا بعدها بيبدأوا يجهزوا كلهم ويلبسوا الأقنعة، ونورة ساعتها بتثبت حبل من بره الفتحة عشان يقدروا يعرفوا طريق الخروج وهم راجعين، وهتفضل تسحب الحبل ده معاها طول الطريق وهم داخلين. وفعلا بيفضلوا ماشيين في نفس الطريق اللي دخل منه الروبوت لحد ما بيوصلوا أخيرا للراس بتاعته وكانت مفصولة عن جسمه، بس بيلاقوا فوقيهم فتحة في السقف فبيطلعوا منها وبيلاقوا نفسهم في أوضة صغيرة، وبيلاقوا في نفس الأوضة دي أسلحة قديمة ورماح وحرب من الخشب، وبيكتشفوا إن الأسلحة دي عليها دم. فنورة ساعتها بتاخد أجزاء من الأسلحة دي علشان لما تخرج تحللها،
بس فجأة لقوا الحبل اللي هم رابطينه اتقطع لوحده، فكلهم وقتها كانوا مستغربين لأن الحبل ده من نوع معين وصعب إن في أي حاجة تقطعه. بس بعدها ما بيكونش قدامهم حل وبيكملوا الطريق وبيلاقوا في وشهم 4 طرق مختلفة، فبيختاروا كلهم طريق وبيمشوا فيه. وزهير بعدها بيلاقي باقي الروبوت بتاعه وكان متكسر ومتدمر، بس فجأة وهم واقفين بيلاقوا الأرض تحتيهم بتتهز وبعدها بتتشقق وبيقعوا كلهم في أوضة تانية. ولما بيبدأوا يركزوا حواليهم بيلاقوا إن الأوضة اللي وقعوا فيها دي أوضة مقفولة عليهم من كل حتة وما فيهاش غير باب واحد بس. ولسوء حظهم وقعت صخرة كبيرة على رجل زهير، فزهير طبعا بيصرخ بصوت عالي وكل الفريق بيتجمعوا حواليه عشان يساعدوه، بس طبعا محدش كان قادر عشان الصخرة كانت كبيرة جدا. وبعدها بشوية سالي بتشوف فتحة في السقف بتوصلها لنفق، ولما بتطلع سالي تبص من الفتحة دي بتلاقي قدامها قط من نوع فينيكس الفرعوني، والقط ده على طول هجم عليها وكمان خربشها. والبروفيسور هولدن وقتها كان بيحاول يقرا الكلام اللي مكتوب على باب الأوضة، واكتشف إن اللي مكتوب على الباب تحذير عشان محدش يقرب منه ولا يفتحه تحت أي ظرف من الظروف. بس المجموعة ما كانش قدامهم غير الباب ده، وفي الآخر بيضطروا إنهم يفتحوا الباب ده. وطبعا سابوا زهير في الأوضة لأن مفيش حد كان عارف يحرك الصخرة. بس نورا قبل ما تمشي راحت له ووعدته إنهم لما يخرجوا هيجيبوا له مساعدة ويجوا يساعدوه. وفعلا بعدها بشوية لما بيخرجوا من الباب بيمشوا مسافة كبيرة جدا، وفي الوقت ده بدأوا يسمعوا صوت الضابط ماهر وكان بينادي عليهم، فبيفضلوا يزعقوا ويصرخوا بصوت عالي. بس الضابط ماهر للأسف ما قدرش يسمعهم وسمع صوت زهير بس اللي كان عمال هو كمان يصرخ. ولما المجموعة هي كمان سمعت صوت زهير رجعوا بسرعة عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل، بس للأسف لما وصلوا له ما لقوش زهير ولقوا مكانه آثار دم، وكان واضح إن في حاجة هجمت عليه. فالمذيعة سالي وقتها بتبدأ تفقد أعصابها وبتزعق للبروفيسور هولدن وبتقول له إن هو المسؤول وهو سبب كل اللي بيحصل، ولازم كمان يحاول يخرجهم من الهرم ده بأي شكل من الأشكال. فالبروفيسور هولدن وقتها أخد باله إن في حد بيراقبهم وكمان بيختفي بسرعة أول لما بيبصوا له، فبيقول لهم يتحركوا عشان يلحقوا يخرجوا قبل ما الكائن ده يجي يهجم عليهم. وبيلاقوا قدامهم نفق وبيدخلوا فيه، بس اكتشفوا ان في اخر النفق ده قطط فينيكس من النوع الفرعوني، بس المرة دي كانوا كتير جدا ولو هجموا عليهم هيموتوهم. فالمجموعة بتبدأ تتحرك بسرعة لحد ما نجحوا انهم يخرجوا من النفق ده. وفي نفس الوقت ده بيلاقوا الضابط ماهر قدامهم، وطبعا بعد ما الضابط ماهر اتأكد انهم كلهم طلعوا من النفق طلع السلاح بتاعه وبدأ يضرب القطط اللي في النفق. بس الغريب وقتها ان في كائن غريب ظهر وخطف الضابط ماهر للنفق وخلص عليه. فالمجموعة لما بتشوف كده بيكونوا مرعوبين جدا وخايفين من اللي حصل ده، وبيضطروا انهم يطفوا الانوار اللي معاهم عشان الكائن ده ما يعرفش مكانهم فين، وبيبدأوا يتسحبوا ويتحركوا بالراحة. بس بيلاقوا نفسهم دخلوا نفق تاني ولقوا في النفق ده كلام على الحيطة، فالبروفيسور هولدن حاول انه يترجمه، بس ساعتها بيحصل انهيار وبيقع رمل عليهم، فبيتحركوا وبيهربوا بسرعة من النفق ده. ولما وصلوا لنهاية النفق اللي كانوا فيه للأسف سالي وقعت في فخ وكان عبارة عن أسياخ حديد، وساعتها كمان بتظهر القطط وبتبدأ تاكل فيها. فهولدن وقتها بيولع شعلة من اللي معاه وبيرميها على سالي عشان القطط تبعد عنها، وعلى ما نزلوا ليها عشان يشوفوا هي عايشة ولا لأ بيلاقوها إنها للأسف ماتت. فبيقرروا إنهم يكملوا طريقهم بعدها وبيفضلوا ماشيين في النفق ده لحد ما بيوصلوا للروبوت اللي شافوه أول لما دخلوا. وبيفهم ساعتها البروفيسور هولدن إنهم دلوقتي موجودين في متاهة ومش هيعرفوا يخرجوا منها، وبيخلي المصور اللي معاهم يصور له فيديو وكان بيحكي كل اللي حصل لهم في الهرم ده عشان حد يجي وينقذهم. وقال في الفيديو إن الهرم ده عبارة عن متاهة وأي حد هيدخله مش هيعرف يخرج منه تاني. بس بعدها بشوية بيحسوا بهوا داخل من جنب التماثيل اللي وراهم، فساعتها بيخمنوا إن في مخرج ورا التماثيل دي. ولما هولدن بيحرك التمثال ده بيظهر إنه باب خفي، وبيلاقي ورا الباب ده حيطة منحوت عليها جماجم، وكمان بيلاقوا إن الأرض مليانة هياكل عظمية. فهولدن ساعتها بيفكر وبيقول لهم إن أكيد الفراعنة حبسوا الكائن اللي بيجري ورانا ده لسبب معين، وقال لهم برضو إنهم أكيد عاملين الهرم ده على شكل متاهة عشان الكائن ده يفضل محبوس فيه وما يخرجش منه أبدا. وبعدها بشوية بيفضلوا ماشيين لحد ما بيلاقوا جثة على الأرض، وبيكتشفوا إن الجثة دي قلبها مش موجود،
فبيخمنوا ساعتها إن الجثة دي جثة حرامي آثار وإنه دخل هنا من فترة كبيرة وده كان عقابه. بس بيلاقوا مع الجثة دي دفتر مكتوب فيه إنه دخل الهرم ده سنة 1879، ولحسن حظهم كان كاتب كل الحاجات اللي مر بيها علشان يدخل الهرم ده، وكمان كان كاتب لهم مكان المخرج اللي هو اكتشفه وموجود في القاعة اللي هم فيها دلوقتي. فساعتها بقى رجع لهم الأمل وتوقعوا إنهم كده ممكن يخرجوا من المتاهة دي. بس للأسف فجأة الكائن بيظهر تاني ورا هولدن وبيموته وبياخد قلبه. فنورا والمصور مايكل بيطلعوا يجروا وكانوا مرعوبين طبعا من اللي هم شافوه، ونورا كانت مصدومة أكتر عشان شافت باباها بيموت قدام عينيها. وبعدها بشوية لما الدنيا بتهدى بيرجعوا تاني للباب اللي دخلوا منه، بس بيكتشفوا ان الباب ده اتقفل وكده مفيش اي مكان يخرجوا منه. فالمصور مايكل ساعتها قرر قرار جريء جدا، وهو انه لازم يروح ويقرب من الكائن ده ويصوره عشان يبقى معاه اثبات ان في كائن متوحش عايش في الهرم ده، وكمان عشان لو قدر يخرج يقدر يمنع الناس انها تدخل هنا تاني. وبيقرب فعلا لمكان الكائن وبيقدر يصوره وهو معلق هولدن، وبيشوفه وهو ماسك القلب بتاعه وبيحطه على ميزان، وبعد لما بيخلص بياخد القلب وبياكله. فطبعا مايكل كان مصدوم ورجع بسرعة تاني لنورا ووراها الفيديو، ولما نورا بتشوف الفيديو بتقدر تتعرف على الكائن ده وبتقول لمايكل ان اسمه انوفوس، والفراعنة كانوا بيعتبروه اله الموت، وانه كمان بيستخدم الميزان اللي في الفيديو ده عشان يوزن قلوب الميتين، وبعد ما بيوزنهم بيبعتهم للعالم السفلي. فمايكل وقتها بيكون مرعوب وبيحاولوا بعدها انهم يدوروا على اي مخرج تاني، بس نورا ساعتها بتلاقي كتابات هيروغليفية على الحيطة، والكتابات دي بتقول ان انوفيس بيقتل اي حد يقابله وبياخد قلبه بعدها ويوزنه وياكله، وده كله في سبيل انه بيدور على قلب نقي، وانه بسبب المجازر اللي عملها في عصر الفراعنة اضطر الفراعنة وقتها انهم يبنوا الهرم ده مخصوص علشانه، وصمموا الهرم ده على شكل متاهة وفعلا قدروا يحبسوه، ومن ساعتها ما قدرش انه يخرج خالص. وكمان كان مكتوب ان الطريق الوحيد للخروج من المكان ده تتبع خريطة النجوم، ولما بصوا في سقف الأوضة اللي هم فيها لقوا خريطة النجوم، ونورا لما بتبص عليها كويس بتعرف انها تقراها وبتقدر من خلالها توصل لفتحة تحتها سلم، وبتفهم ساعتها ان الفتحة دي هي اللي اكتشفها الضابط ماهر وقدر انه يدخل لهم منها. فنورا بتبدأ بسرعة تطلع من الفتحة دي، ومايكل هو كمان كان بيطلع وراها، بس فجأة بيظهر لهم أنوفيس تاني وبيطلع يجري وراهم، وللأسف وقتها أنوفيس بيقدر يمسك مايكل ويسحبه وموته، وكان لسه هيسحب نورا هي كمان، فبسرعة ولعت شعلة ورمتها عليه، وأنوفيس بعدها بيقع لتحت، ونورا بتنجح أخيرا إنها تطلع من الفتحة. بس للأسف أنوفيس بيقدر إنه يطلع لها تاني وبيسحبها معاه وبينزلها لتحت، ونورا لما بتفوق بتلاقي نفسها مربوطة في تمثال وحواليها جثث كتيرة جدا على الأرض، وأنوفيس كان واقف قدامها وشكله مرعب وكان بيستعد إنه يموتها وياخد قلبها، بس نورا بتطلع رمح من اللي خدتهم عشان تحللهم وبتفك بالرمح ده نفسها وبتضرب بيه أنوفيس، وبترجع تطلع بسرعة على السلم، وأخيرا النور بيظهر قدامها، فبتعرف إنها كده خلاص وصلت لمخرج الهرم. وأول لما بتوصل قدام المخرج بيغمى عليها، ولما بتفوق بعدها بثواني بتلاقي في طفل قدامها ودخل هنا عشان ينقذها، بس للأسف في نفس الوقت ده ظهر أنوفيس تاني وهجم عليهم هما الاتنين، وكده بنفهم إن أنوفيس خلاص وصل لمخرج الهرم وهيخرج ومش هيسيب أي مخلوق عايش. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد،